السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جماعة. هو الإنترنت عندي أنا اللي بطيء للدرجة دي؟ يعني ده بيقطع في اليوم، هنقول نص اليوم النت مقطوع، بقيت اليوم النت ماشي نملة، ما بيفتحش روابط، ما بيحملش فيديوهات، مش مخليني أقلب من صفحة لصفحة. يعني المشكلة دي عندي لوحدي ولا دي مشكلة عامة عندكم كلكم؟ الموضوع ده بقى مستفز لأبعد درجة. يعني أنا بالصدفة كده وأنا بقلب على التويتر لقيت الملياردير نجيب ساويرس بيشتكي من الإنترنت. هو كمان تخيلوا، يعني المفروض إن المهندس نجيب ساويرس راجل ملياردير، يعني المفروض إن النت عنده بلا حدود، الراجل بيشتكي زينا. تخيلوا لما يكون النت عنده هو بالشكل ده، يبقى عندنا إحنا شكله إيه؟ أنا عايزة بس أوجه كام سؤال لشركات المحمول اللي كلها بقت أسوأ من بعضها. كل الشركات، أنا مش هحدد واحدة وأسيب التانية، لأن أنا سألت ناس كتير، أهلي وصحابي وجيراني ومعارفي، كل الناس سألتهم، الناس كلها بتشتكي. تليفون أرضي بتاع نت أرضي الخدمة سيئة جدا، في التليفونات نفس الموضوع. هو احنا لما جينا عملنا معاكم تعاقدات وعقود علشان الانترنت، هو احنا مش كان فيه عدد جيجات مكتوبة في العقد؟ مش كان مكتوب السرعات بتاعة الانترنت؟ احنا دلوقتي لا عدد الجيجات بناخدها ولا السرعة اللي احنا متفقين عليها بتجيلنا. انا دلوقتي مفروض ان الباقة بتاعتي كبيرة وتكفيني الشهر، ليه الباقة بتاعتي تقعد معايا نص الشهر او 17 يوم والاقيها خلصت؟ ازاي؟ استخداماتي هي نفس الاستخدامات. ده انا احيانا بكون مسافرة ومش بستخدم الانترنت والاقي الباقة خلصت. اروح اسأل الموظفين، يا جماعة الباقة خلصت ليه؟ الاقي الموظفين يقولوا لي احمدي ربنا ان هي كملت معاكي 17 يوم، ده ما تكملش معانا احنا 14 يوم. لما الموظف نفسه بيقول لي كده، انا ارد عليه اقول له ايه؟ انا لما اكون ما اشتركتش في خدمات بتدخلني ليه في خدمات؟ اجي اشحن الباقه، اول ما احط فلوس الاقيها اتسحبت كلها خدمه كذا وكذا 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 وكذا. انا ما اشتركتش اصلا في الخدمات بتاعتكم اللي بتسحبوا بيها فلوسي، ما بستخدمهاش، ما بحبش الخدمات دي، بترغمني عليها ليه وتاخد فلوسي ليه بدون وجه حق؟ هل انا طلبت منك الخدمه؟ هل انا دخلت في الاعدادات وطلبت منك قلت لك حطني في خدمه كذا؟ والحاجه اللي تضايق اكتر تقول له الغي لي الخدمات، يقول لك حاضر هلغي لك الخدمات، يلغي لك الخدمات شهر وتلاقي نفسك الشهر اللي بعده اتجدد لك من الاول وجديد. ده اسمه ايه؟ يعني انا لما اكون رايحه اشحن باقتي في الفون وبحط مبلغ معين بيشحن الباقه ومعاه فلوس زياده، الاقي الفلوس اتسحبت كلها والباقه ما اتجددتش وانا ما اعرفش. اجي اعمل اتصالات او افتح الانترنت الاقي ما فيش معايا فلوس خالص، اتارى الباقه ما اتجددتش وسحب فلوسي كلها اللي انا شحنت بيها. ضيع عليا فلوس الباقه وخد فلوسي كلها في خدمات انا ما خدتش حاجه من الفلوس اللي انا حطيتها. باي وجه حق تاخدوا مني فلوس انا ما استفدتش بيها؟ باي وجه حق تدخلني في خدمات ما طلبتهاش منك؟ لا، واللي يجنن تيجي تفتح الموبايل تلاقي على الشاشه رساله ثابته. افرض ان عيل هو اللي فاتح وضغط موافق، تدخلني كل شويه في خدمه جديده. افرض ان حد مش واخد باله وعايز يخرج من الرساله، بدل ما يعمل خروج عمل لك موافق. بترغمونا ليه على حاجات احنا مش عايزينها؟ يعني نت وحش، اتصالات الشبكات نفسها تبقى بتكلم حد وعماله بتقطع، يا تقطع يا تبقى انت اللي بتكلمه لا سامعك ولا انت سامعه. عندك شركات كلها زي بعضها، كل واحد بيتبارى وبيتنافس هيعمل اعلانات مع فنان مين عشان يدوله ملايين. طبعا الملايين دي من جيوبنا احنا،
من الخدمات اللي بتحطونا فيها. طب بدل ما تدفعوا الملايين دي كلها عشان الاعلانات، ما تحسن الخدمه بتاعتك. يمكن هيبقى دي المنافسه، ان انت الشركه دي قويه، مش مهم تعمل اعلانات، شركتك تبقى قويه، هتلاقي الناس سابت الشركه دي وجات لك انت، يبقى انت اللي مستفيد. لكن انتوا كلكم زي بعض، كل واحد فيكم بيجري هيعمل اعلان احلى من التاني، ده فنان مين اللي هيجي يعمل معاه، والملايين دي كلها عماله بتدفع لهم، واحنا لا ناخد خدمه ولا ناخد انترنت، والباقات عماله بتخلص من غير ما نستفيد منها. ويا جماعه حسنوا لنا الخدمه، محدش بيسال فينا. يا جماعه الباقه بتخلص بدري ليه؟ كان الاول يقول لك ما ينفعش تجدد الباقه قبل الميعاد بتاعك. دلوقتي عشان عارفين ان الباقه ما بتكملش 15 يوم، بقى متاح ان انت في اي وقت بتجدد الباقه. عادي جدا. كنت راح ادفع الفاتوره يقول لي لا انت الميعاد بتاعك ما جاش. دلوقتي عادي، لان هم عايزينك تجددها مره واثنين وثلاثه. طب انا لما اكون عندي شريحه النت بمبلغ معين وينزل لي عرض يتقال لي الباقه بتاعتك دي هنخليها لك ضعف الباقه. طب هعملها ازاي؟ اشتري شريحه جديده وهنلغي القديمه، ادفعي 100 جنيه ونجيب شريحه جديده عشان نخلي لك النت عدد الجيجات بتاعتك الضعف. فانا زي الهبله او الحاضر اشتري شريحه من عندهم ويقول لي انا عملت لك الباقه الضعف، بس كمان هتدفعي فوقها 130 جنيه كل مره عشان نخليها لك الضعف. فانا برضو زي العبيطه اقول له حاضر وادفع، انقل من 300 جنيه ل 435 جنيه علشان زي ما بيقول لي احنا هنخلي لك الباقه الضعف. اجي اروح الشهر اللي بعده اشحن بالمبلغ الجديد والشريحه الجديده اللي انا دفعت ثمنها، الاقي الباقه مش بتكمل. اسال الموظف انت عملت كده ليه؟ يعني انت دلوقتي قلت لي ضعف الباقه، طب ممكن حضرتك تشوف لي على السيستم انا ليا عدد البقاء الجيجات اللي انا مشتركه فيها كام؟ يقول لي على الرقم الاصلي عدد الجيجات الاصليه. اقول له ازاي؟ انا عاملاه الضعف. يقول لي لا حضرتك مش واخده بالك، ده العرض شهر واحد، يعني انت دفعتني ثمن شريحه 100 جنيه وزودت لي كل شهر 135 جنيه، وعدد الجيجات هو اللي المفروض كنت بدفعه 300 تدفعني فيه، تدخلني في شريحه جديده ادفع كل شهر زياده 135 جنيه وهو نفسه القديم. طب ده في شرع مين؟ الاقي من 3-4 شهور واحده من الموظفات اللي انا رايحه الفرع عشان ادفع اجدد، الاقيها بتقول لي انت بتدفعي كام؟ قال لها 435 للباقه. تقول لي طب ما تخليها 500. هو انت مدخلاني بمزاجك؟ فاستفزتني. قلت لها ليه؟ هو انت هتديني عرض تكون المفاجاه بتاعتها؟ لا يا فندم، علشان لما يبقى في عروض يبقى ليك الاولويه. اللي هو ازاي؟ ده انتوا بتدللوا على العروض بتاعتكم ليل ونهار، يعني انتوا بتبعتوا لنا رسائل طول الوقت اشترك في كذا علشان كذا، كل شويه تقول لي عروض. يبقى انا ادفع لك عشان لما تيجي انتوا انا عايزاكم تسموا كل حاجه بمسمياتها. لما هي موظفه تقول لي ادفعي زياده 65 جنيه وقفلي 500 علشان لما يبقى في عروض ادخلك، فانا مطلوب مني ارد عليك اقول لك ايه؟ وانا كان مضحوك عليا قبل كده رفضت. هي لا ده هي باستماته يا فندم، طب كمليهم بس وشوفي الوضع يكون ازاي. طبعا انا رفضت لان انا قبل كده اتضحك عليا. طيب هو السؤال بعيدا عن كل الشكاوي دي، انا مش بتكلم في الشكاوي دي كلها، النت ده الضعيف ده هيفضل ضعيف لحد امتى؟ انا مش عارفه احمل الفيديو ربع ساعه بيقعد 2 ساعة ويمكن اكتر، ويا سلام لو الكهرباء قطعت يبقى كل التحميل ده ضاع. احمل من الاول وجديد. ايه؟ حد يفتح لايف اللايفات تتقطع، حد فاتح شغله طول الوقت اونلاين مش عارف يشتغل. انتوا بتعملوا فينا ده ليه؟ مش بتاخدوا حقوقكم؟ ما بتدوناش حقوقنا ليه؟ يعني نشتكي لمين وانتوا كلكم شركات اسوأ من بعض؟ انترنت مصر يختلف عن كل الانترنت في كل دول العالم. احنا هيفضل يضحك علينا لحد امتى؟
هتحسنوا الخدمه بتاعتكم ولا نلغيها كلها؟ انا لا عارفه اشتغل من الموبايل ولا عارفه اشتغل من الراوتر. لحد امتى الاستخفاف بعقولنا والضحك علينا؟ حد يرد علينا بس ويقول لنا احنا بيتعمل فينا كده ليه. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.